السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. فل عليكم، ازي حالكم؟ عاملين يا رب تكونوا بخير ان شاء رب العالمين. السمك ده يا جماعه رايح لام حبيبي، ده سردين وفسيخ ان شاء رب العالمين. هنبص بص على السردين اللي بنملحه بفضل الله زي الفسيخ، يعني نبص بص على السمنه بتاعته اهو زي الفسيخ. بنصرف شويتين ثلاثه بنتعب في الحاجه، ربنا بيكبر خاطرنا زي ما انتم شايفين. ده شغل ام حبيبه، رايح لام حبيبه. تمام، دي الموزعه ليا الوحيده فين؟ في السويس. اي حد عاوز ياكل عيش في السويس في اي حته في الجمهوريه يكلمني. تمام، بسم الله ما شاء الله، وجبه محترمه رايحه لها. نفتح لكم برضو واحده. تمام، ده سردين يا جماعه وسط، بس بسم الله ما شاء الله. يعني انتوا هتشوفوا بعينكم، انا مش هقعد اتكلم كتير اهو. والله ما عارف امسكم السمنه اللي فيه اهو، وفي مبطرخ اهو ما شاء الله، مبطرخ اهو، وفي بطرخ احمر وبطرخ منيشو. مانيش عارف امسكه من السمنه اللي هو فيها اهو. والله العظيم زبدي، الله اكبر، ربنا يرزقها منه رزق حلال اهو. عايز طبعا ضوافره ما مليش يعني اهو، لحم صفا. تمام، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. تمام، رايح لام حبيبي السويس. مش هقول كمية محترمة، اللي حاجز حاجة يتوكل على الله ياخدها النهارده بالليل. سمنة بلدي، سمنة بلدي. خليكم معايا وركبوا الشغل دلوقتي ان شاء الله يا ولاد. انا اول كرتون السردين ما شاء الله فيها 20 كيلو اهي، بسم الله ما شاء الله. ده اول واحدة لسه الجاي اهو. اللي طلب اي حاجة يا ولاد يتوكل على الله ويجمد قلبه، ويكون سنن سنانه كده، وجايب له 87,000 رغيف وبصلايه وفلامونيه عشان خاطر يبقى جاهز يعني. تمام، واللي ما عندوش يقول له ام حبيبه هي تجيب له. يلا خليكم معايا. انتوا نمتم وهتمشوا ثم احنا الفجر، وادي ال20 التانيين بالصلاة على النبي. نبص بص على الزيت، اوبا صلاة النبي مكسبي. اهدى هون اهدى هون، وربنا بيبوظ. بصوا يا ولاد، بصوا المنظر، بيبوظ سمنه بيبوظ سمنه. الحمد لله رب العالمين، جبر الخواطر على الله يا ولاد. هو قرف وارزاق يعني، نتعب بس ربنا بيجبر خاطرنا. الحمد لله، نتعب نجيب سمك نضيف جودة عالية عشان ايه؟ ربنا يرضينا، احنا نرضي ايه؟ العملاء بتوعنا. هو ده شغل احمد ابو رجب. قولوا يا رب يرزق صاحب النصيب، ويرزق كل ايه؟ تعبان، واللي بيسعى لاكل عيشه. تمام، واللي عاوز ياكل عيش زي ما قلت لكم متكسفش ويجيلي. اخوك الصغير احمد ابو رجب. خليكم معايا اخر واحده ليلي سردين، وهنخش على فسيخ اهو. خليكم معانا. ودي يا اولاد كرتون السردين كمان صلاة النبي مكسبي. على رأي واحد صاحبي بيقول لك ايه؟ اشعار ام حبيبي صاحب البضاعة راجل محبوس، وقال لي بيع بأي فلوسك. ما احنا الفجر. تعالوا اوريكم الدنيا الفجر عندنا عاملة ازاي غير عندكم اهو. احنا الفجر شفتم اهو. ده القمر بتاعنا بقى، ما اعرفش بتاعكم لونه زي ده ولا ازرق اهو. احنا الفجر اهو، ده الشارع بتاع بيتنا ما شاء الله. انا مش شايف حاجه، انتوا شايفين حاجه اهو؟ شايفين الرزعه دي؟ ده عفاريت بتيجي زي الوقت وتخبط عشان الناس تصحى. شايفين اهو يلا صباح الفل عليكم. طب يا اولاد، وصلاة النبي مكسبي جات لكم تاني شغل ام حبيبه باذن الله. الدفعه الفسيخ بقى، اوبا 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 اوبا. شو الحاجات. تيجي نشوف السمنه يا اولاد بتاعت فسيخ ام حبيبي. صاحب البضاعه راجل محبوس، وقال لنا بيع باي فلوس، عايز يطلع يعني اهو. وام حبيبه بتسمع كلامه اهو. اللهم صل على النبي. اللي عاوز من ده يا جدعان يتكلم، واللي عنده من ده بقى ربنا يبارك له فيه ويوسع عليه ويرزقه برزقه يا رب اهو. تمام، اللي عاوز ياكل عيش يا جدعان يكلمني. عايزين موزعين في جميع انحاء مصر العالميه والعربيه والدوليه. ماشي، احلى ناس في الدنيا. اخلص بقى الليله، ولو خد حاجه افتح لكم عشان بس اهم حاجه ميزان الست. تمام، يلا خليكم معانا ومحدش ينام. صباح الخير يا اولاد. فاض سمكتين مش هستخسر فيكم ده. دي اللي رايح لام حبيبه اللي هي شعارها ايه؟ صاحب البضاعه
شوفوا خدنا كشك ورد ازاي. صاحب البضاعة راجل محبوس وقال لي ايه بيع بأي فلوس. بسم الله. جعانوا كده يا اولاد واعملوا زي كده عايز يفتح مشروع. قلت بسم الله. اهو 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 جاي في السكة اهو. اهو جاي في السكة اهو. اهو ورد اهو. الجور اهو. اهو شغل ام حبيبه اهو. اهو اهو. ايه رايكم؟ لا وايه بصوا كبر اللحم كتل اللحم اهو. بصوا ده صبع بيجري. شايفين كتل شايفين كتل اللحم صغيره بس كتل اللحم. اللهم صل على النبي. تعالى نفتح كمان سرديني رايحه لام حبيبي. بسم الله بسم الله. طبعا يا جماعه اللي عايز ياكل عيش باذن الله بطاريخه يا بطاريخه اهو. اللي عايز ياكل عيش يا اولاد معاني ويبقى موزع لينا في المكان اللي هو فيه هيعرفني. الشغل بتاعي عباره عن ايه يا اولاد؟ ان انا بعمل له اعلانات مموله على حسابي من قناتي من جروبات ما باخدش منه ولا تعريفه، وبدل على مكانه. اي حد بيعوز سمك قطاعي ولا حاجه من ناحيته من جنبه بدله عليه، ببعت له مثلا رقم تليفونه اقرب حاجه. تمام. تاني حاجه والاهم يا جماعه ان هو طول ما عنده الشغل انا بعمل له اعلانات عنده على طول، يعني بريحه ما بخلوش كل شويه ايه يبقى معتمد ان هو على نفسه. لا انا فجاه بلاقيه ببعت له فيديو، فجاه بيلاقيني بعت له شويه صور، فجاه بيلاقيني منزل له حاجه مشير له حاجه. بيبقى كده الشغل معانا. يعني ان شاء الله الشغل معانا ايه كسبان مش خسران. وزي ما قلت لكم فتحنا شغل ام حبيبي ولقينا مفاجاه ربنا بعتها لنا ان شاء الله. ايه هي بقى؟ ان السردين صلاه النبي كلهم بطرخ. تمام. صلاه النبي مفاجاتنا اللي لقيناها في شغل ام حبيبي ان السردين كله طبعا بطرخ. طبعا ام حبيبي بتبيع باي فلوس، فاللي يعوز سمك من ده كسبان مش خسران. اشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جديد. يا رب يعجبكم. شيروا اولاد للخير عشان خاطر ترزق وانتوا برضه ترزقوا ثواب وترزقوا خير، وكمان تشتروا منها تعمل معاكم واجب. بس تقولوا انتوا جايين من ايه؟ من طرف احمد ابو رجب، وان شاء الله هتعمل معاكم احلى واجب. لان ست العين ملانه وست طيبه جدا. يا رب يكون الفيديو يعجبكم ان شاء الله. والله العربيه خدت الشغل وراحت ما يعرفش اصور كميه الكراتين. فربنا يرزقنا ويرزقكم الخير واشوفكم على خير وتصبحوا على الف خير.